النيابة العامة الآن تبدأ في مباشرة التحقيقات في جناية استعراض القوى والبلطجة قبل المجني عليه بقرية ميت عاصم بحضور الأستاذ علي محمد علي المحامي مع المجني عليه. جناية استعراض قوى وبلطجة وإجبار مواطن على ارتداء ملابس خليعة وتصويره والتشهير به. تحريات المباحث أكدت صحة الواقع بأنهم قاموا باستعراض القوى والبلطجة وقاموا بإجباره على ارتداء تلك الملابس وتصويره لكسر نفسه وإهانته. كل ده كلام حتى الآن لا دليل عليه. فأنا بقول لسيادتك أهو حتى وإن صحت هذه الرواية تظل تلك الأفعال هي أفعال مؤسسة بنص قانون العقوبات باعتبارها جناية، حتى لو اعتدى على خطوب، حتى لو على في علاقه جنسيه، حتى لو في علاقه عاطفيه، حتى لو في هروب معاه. كل هذا لا مبرر للواقعه باعتبارها جنايه مؤسسه بنص قانون العقوبات. انقل يا سعاده الباشا الكلام ده على مسؤوليتي انا.